نمر في صدات ملينياتني إجن رواه أبو داود والترمذي ضعيف الدنيا سناد الله باز به وأنا بيوقع قبل ردي زجي قسم وجه موتك قبل جلديني وعن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نبيين قال الرجل على دين قليله نبي تقو حال مصائب صارت جنلا فلينظر احدكم من يخالله نما شريخ قرت وافر على لجن رواه أبو داود والترمذي بسناد صحيح وقال الترمذي حديث حسن أكل الترمذي وعن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال نبي ربي جان المرء مع من أحب نملنا وجالته وجتاجان متفق عليه متفق حديثني وفي رواية كتير قال قيل للنبي صلى الله عليه وسلم نبي ربي تيرني جامع الرجل يحب القوم نبي تقرمة تقوني جالتا ولم يلحق بهم أبو دلغان سانت لكبي ميكم تاجنين قال نبي ربي رجال المرء مع من أحب وأنس رضي الله عنه أن عربيا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن عربيا نبي جور باديات ورسول نجي مات الساعة متى الساعة قيامة يومي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول ربي نجنين ما عددت لها ما لسي خلفه يتجنين قال نبي نجي أحب الله ورسوله رب ما رسول جالتون كرفايجي قال نبي نجنين أنت مع من أحب وأحببت متفق عليه وهذا لفظ لمسلم وهذا لفظ مسلم وفي رواية لهما ما عددت لها من كثير صوم ولا صلاة ولا صدقات ولكني أحب الله ورسوله وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف تقول في رجل أو أحب قوما ولم يلحق بهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب متفق عليه وعن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الناس معدن كمعدن الذهب والفضة خيار في الجاهلية خيار في الإسلام إذا فقهوا mulata beka balnonni ko no mullis balnonni wana titata se mullis namni oson balan ne unjol kita abalukun nama jaga abalukun nama koka abalukun nama hama wanni mullis ugal balnot wala abuko ogudin balan jalla kono ولا رواه جنود مجندة فيما تعرف منا وني يسير والبيخ ائتلافا غابا جوجا دمر ولي كم تسن الراس والمتا تيجن غولي دوبته ابنو كنا كلام ناتا حاجه سوريبر ائتلاف والتاتيجن وما تناكرا وني والديدي منها يسير اختلافا الراس والمتا تيجن رواه المسلم حديث عن مسلم ودي ورواه البخاري قوله جتي على رواه جتون إلغا أنقل ما توبي من رواية عائشة رضي الله عنها عائشة رأيجن وعن سير بن عمرو ويقال ابن جابر بخاري وديس قوله جتا نبي جيلا على رواه جتون إلغ أنقل ما توبي من رواية عائشة رضي الله عنها من رواية عائشة رضي الله عنها وعن سير بن عمرو ويقال ابن جابر وهو بدم الهمزة وفتح السين المهملات قال
قال أكجي كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه عمر بن الخطاب نتاجي إذا أتى عليه وقودا يسرد به أمداد أهل اليمن يما ورأي من توكو سألهم نقا فتجن أفأيكم أويس بن عمرو أبيكم إسن كيس أويس المي أبري خجي أن توكو نجرا جيقا فتا حتى أتى على أويس رضي الله عنه ربي الرجالة فقال له خنا دوبا جين جيش عمر أنت أويس بن عمرو أويس المامريجي قال نعم إيجي قال عمر نجنين من مراد أميرا مراد جنين ثم رأيي من قران إيجاسي كرانين رأيي قال نعم إيجي قال عمر نجنين فكان بك برس برس بكم نجن توكو سنتيجي فبرأت منه دوبا الرافا يتيجي إلا موضع درهم قال نعم إيجي قال لك والدة آتي سيبني جرتيجي قال نعم إيجي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عمر بدا سمعت رسول الله رسولان دقيجي يقول حجو يأتي عليكم دبي سنة رفا أويس بن عمير ويسير ما أمريكا جني مع أمداد آل اليمن يما ورى يمني راتي من وجيني مراد ثم من قران إني مراد كبيرة جني يقسي مراد كيس قرني كان به برس دوبا برسي تتي فبرأ منه ربي خلتيت الرافي إلا موضع درهم أمك شنكي تكمليلا له والدة هذا كبا هو بها بر هذا سني قاري دلقا لو أقسم على الله وصو ربي ركغته لا بره ربي وان اللي جوسن متافي لا ربنا من على بقاري دلقو دلاساتو ديراساتو دو إنسان مستجاب لا أصبر رأك النبي هذا مثلا قاري دلينا نتمنا علمي تبرجانا هذا تيو يقت ربي دعيت لما بوزر آية فإن استطعت دوبا يوجد ديس أن يستغفر لك مرين جنبر أرارا مسيح خدتشو ففعل خدتشي فدو مي عمر بن الخطاب صحابة ملارا صحابة عمر نما جايبات خليفة رسولات إسا سنين أكنا جالا لما نمت ربي أرارا مسيح خدتشو تنديس ناخد بجيني نمني ورني خلتو قدام وهم ترى ربي سارم نمني ربي نسطره ربي نسارمي وهم دركته بقى وهم تلي سغيسة ربي سارم مغيسي وهم دلو آية فاستغفر لي دوبارا لنا ناخد بجيني فاستغفر له آية ربي سارم بجيني ترى تكجيني بر فقال له عمر دوبا بوخنا جيري أين تريد ليس ديمو فيتا جيري قال الكوفة هو ما بيجي جاني جي قال عمر نجاني ألا أكتب لك ورقا سيخطبوجي إلى عاملها أبدا أن يقوم تكلم تقسيس انتوني سيخنا بيخن قال أقوخنا ويسي أكون في تجيري خبراء الناس أني جلينا ما أخي ستموت أحب إلي رجالة ما نما نمني بيدي قلت مشاش نمني نما خنا بيدي أكسينا سلقي ستموت نبي رجالة ما إيه نمني نبي خي نمني خنا مكنا شيخ كنا نانجرين يلا يورا جلينا ما أخي ستهي رب ما بيشان نبي خوت نبي رجالة ما جيري جلا فلما كان دوبا قولته من العام المقابل بلي أمني تيانو حج رجل قربان تقاجي وريا من أشرافهم قربان والرقوفات خاف عمر عمر اللبه فسأله عمر نقابت عن ويس ويس فقبيت أجي فقال أكاجي جان قربان كن تركته أني لك ويس يجان رس البيت من بوسع خيست قليل المتاع قبل خيست قال كسي من نمني من الجنة كسي خيستين دي سيلو في قال أبو خان أكاجي يا عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله يقول يأتي عليكم ويس نردبا ويس بن عمير مع أمداد من آل اليمن يمن الراتي من مراد ثم من قران مراد قبيلة جن الرأي يقسي قرن الرأي كان به برس برسي تتتي فبرأ منه دوب الرافي إلا موضع درهم له والدة هو بها بر لو أقسم على الله لا بره ربي وان اللي جسم متافي رسول الله جون دقيقين فإن استطعت قربان جابر عمر
أبو قربا يودن ديس أن يستغفر لك أرام سيقلتشو ففعل أشي فردو وجيريا فأتى أويسا ما نمد جيها ويسك فيما فقال دوبا جي أستغفر لي أرام لا خدو قال أنت أحدث أحد تسي ويسي مال جيجا أنت أحدث أحدا سيتو جيا زمنات ناريا بسفر صالح إمالتو غاريتي فاستغفر لي أجيبتا أتوار أرام لا خدو جي قال قربان نجي لقيت عمر لكي قال ويسي قرأ إيه سماي عمر يقول نمتي أتجي قال نعم يقول نمجي قربان فاستغفر له عمر يتي مجي أرام خلاتي بجندوبا ففاتنا له الناس نمني ما يسبيخها فانطلق على وجهه أرما فوليسا غرا 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 هتي جندوبا أبو نمني سبيخ رواه المسلم مسلم يو ديسي وفي رواية للمسلم يا مسلم كيس أيضا نسير بن جابر رضي الله عنه أن أهل الكوفة الكوفة وفد على عمر رضي الله عنه ندفع نمرنا رضي الله عنه وفيهم رجل ليسان كيس نمت كجرون ممن كان يسخر ويسي خنمتك كيف تراحته فقال عمر وقال عمر جيريا هل ها هنا أحد أبوس نمت كوني جراجي من القرنانيين غوسا قرنيين جني راجي فجاء ذلك الرجل من ويستك بلا لا غوسا فينا نمتك كيف طبعا أصل مرة نمتك كيف الشيخ السنبي نموجد لنا ثاني غروب منصوب في قاطفه فقال عمر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال إن رجلا يأتيكم من اليمن يقال له أويس لا يدعو باليمن خير أم له قد كان به بياد فدعا الله تعالى فذهبه إلى مودع الدينار أو الدرهم فمن لقيه منكم فليستغفر لكم وفي رواية له عن عمر رضي الله عنه قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن خير التابعين رجل يقال له أويس وله والدة وكان به بياد فمروه فليستغفر لكم قولوا خبر الناس بفتح الخين المجمة وإسكان الباء بالمد وهم فقرائهم وسالكهم ومن لا يعرف عينه من إخلاتهم والأمداد جمع أمداد وهم الأعوان والناصرون الذين كانوا يمدون المسلمين في الجهاد وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم أجل الله